بيان إلى الرأي العام حول الإرهاب المرتكب بحق الكرد في جنديرس في ليلة عيد النوروز، عيد الانبعاث والمقاومة والسلام، في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الكردستاني والشعب الآخر بهذا العيد، وفي الوقت الذي يتلقى الكرد فيه التبريكات من قبل شعوب العالم الحر ورئاسة والمئات من أصدقاء الشعب الكردي، قوى وحركات وشخصيات وطنية سورية ديمقراطية تستمر فصائل المرتزقة بارتكاب جرائمها في عفرين المحتل وفي ناحية جنديرس الجريحة التي تكالبت عليها تنظيمات الظلام واللصوصية، حيث أردت 4 من سكان عفرين الكرد الأصليين في جنديرس بينما يقومون بإيقاظ نيران النوروز العيد القومي للكرد. إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بيده في الوقت الذي ندين هذه الجريمة الإرهابية بأشد التعابير، فإننا نحمل النظام التركي وفصائل الإرهاب والمرتزقة وما يسمى بالائتلاف بجميع مكوناته مسؤولية الدم المسال في جنديرس وعفرين، ونطالب المجرمين وتقديمهم للعدالة، كما نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجبار تركيا الأردوغانية وإنهاء احتلالها لعفرين وسركاني رأس العين وغريسبي تل أبيض ومن جميع المناطق السورية التي قامت باحتلالها، وفتح تحقيق دولي